هاي يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبت لكم اليوم مسلسل جديد صيني حبيته. باي ذا واي، هلا ما بعرف ليش عم حب المسلسلات الصينية وعم بتفرج على مسلسلات كتير في نفس الوقت. فراح لكم على كل المسلسلات اللي عم بتفرج فيها، وكمان في اي ويب سايت، لانه اجين هذا الويب سايت باي ذا واي جديد وما في كتير اشياء، بس بدون اعلانات كمان. لهيك انا حبيته ولقيت فيه بس هدول المسلسلات. فراح اعطيكم اياهم لحتى تتفرجوا عليهم كمان. بس اولا استغفر الله، الحمد لله، لا اله الا الله، والله اكبر، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذا المسلسل اسمه حب لا ينسى. not لا ينسي، ليش كاتبينه هيك؟ المهم، في هذا الويب سايت بس في 10 حلقات بس. كل يوم بيحطوا حلقة جديدة، فلا تخافوا جايز. مسلسل فيه I think 20 حلقة أو 25، شي مثل هيك. يعني كتير سريع ولايت. ف كتير حبيت. أنا ما بحب المسلسلات اللي كتير طويلة باي ذا واي. هذا المسلسل ما رح لكم القصة بالديتيلز، بس رح لكم هيك شوي شوي. لأنه كتير قصته حلوة وكيوت وأنا حبيت هذا الفزعون. أوكي، هون كاتبين في هذا الويب سايت شوية أشياء. خليني أوكي، من هون قال لك بتدور قصة مسلسل حب لا ينسى حول رجل أعمال ناجح يعيش حياة جامدة ومليئة بالضغوط. I think هذا الويب سايت مصري. قبل أن يتعرض لصدمة كبيرة تغير مجرى حياته بالكامل. يب يب يب. وفقد شقيقه وزوجة أخوه كمان في حادث مأساوي، اللي هن بيكونوا أمه لأبوه لهذا الفصعون الكيوت. هذا هو البطل تبعنا. وبيلاقي حاله هو المسؤول عن طفل صغير بيعاني من صدمة نفسية مع الأسف، اللي خلاته ما يتكلم. وهاي هي نقطة الفصل اللي شو اسمها الاكترس تبعنا هي اللي راح تقدر تعالج هاد الطفل. فشو كتبوا هون كمان؟ في إطار البحث عن علاج حقيقي للطفل، لأنه مسكين عمل معه المستحيل لحتى يرجع يتكلم بس ما قدر، بيتعرف على طبيبة نفسية اللي هي بطلتنا مختصة في علاج الأطفال. آه طبعا كتير حلوة وكيوت وبتحب وبهتم وما بعرف شو. ف بتقودهم الظروف انهم يتفقوا غير تقليديا انه تعيش معه خلال او بالاحرى هي رح تعيش معه وتكون الام لهذا الطفل. طبعا هذا الشيء دايما بنلاقيه في المسلسلات، بس كتير حبيت كيوت. المهم، رح تبدأ رحلة العلاج مثل ما أنا هون مختلفة تماما وكتير حلوة. حبيت كيف الأكترس كتير حبابة عن جد، مثلت كتير منيح. وهذا الفظعون أقسم بالله ما شاء الله عليه، بس مثل بطريقة مبدعة. فما بدي لكم كتير اشياء، بس رح لكم انه طبعا رح يحبها يعني فور شور، والطفل رح يتعلق فيها كتير 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 كتير. ورح تحصل كتير اشياء طبعا بتغير مجرى الاحداث. بس كله رح يكون يعني نهاية سعيدة وأخيرا، لأنه أنا بكره النهايات التعيسة. فالحمد لله. فشو اسمه، قلت لكم انه اي ثينك 25 حلقه. ما رح اقرا كل شيء طبعا، فيكم تجوا لهون وتقراوا كل شيء بالديتيل، لانه ما بدي لكم على كل شيء وما تتفرجوا، لانه انا من هذا النوع باي ذا واي. لما اقرا القصه كامله ما بتفرج. يعني حتى انا لما لقيت هذا الويب سايت ما قريت كل شيء، يعني اي ثينك بس قريت هذا الشيء بس، يعني عن جد. بس لا، بدكم تقرأوا أحسن. يعني في عن جد كيف بنقول، ملخص كتير حلو. فايه بدكم تيجوا لهون على هذا الويب سايت، رح تلاقوا الحلقات مترجمة طبعا للعربية. وبس تكبسوا هيك بتتغير الحلقة. يعني كتير حلو وما في إعلانات. عن جد هذا الشيء اللي أنا بحبه. وبس هيك، شكرا. بس لا تنسوا بليز يا أصحابي ويا صاحباتي إنه تصلوا على النبي وأستغفر الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. ويلا نصلي مرة تانية، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ولا تنسوا صلاتكم، أوكي؟ وفي الأخير، لأنه بلاقي كتير كومنتس بيقولوا لي أنت من وين؟ أوكي جاس، يعني I know إنه اللهجة تبعي كتير سيئة، يعني عم حاول إنه أحكي بالسوري بس لا، لازم تكتبوا لي في الكومنت من وين يعني أنا. أوكي، يلا see you، باي باي.